كما قال رئيس الجمهورية العربية السورية بأن الثورة لم نصدرها ولن نصدرها إلى خارج سوريا، ولكن الذين يعبثون ويلعبون ويتآمرون ويتحدون الشعب السوري الذين أسقطنا بشار الأسد على مدار 14 عاما، وهذه الدول التي تدعم دول الاحتلال، الإمارات ومصر وبعض الدول، سوف نصدر لكم هذه ونسقط حكامكم ونسقط عروشكم. هذا وعد من أحرار سوريا ووعد مني. سوف أنشر بهذه الحنجرة. لا يوجد لدي أسلحة، ولا يوجد لدي ذخائر، ولا يوجد لدي أي إلا هذه الحنجرة وهذا اللسان الذي ننطق به بالحق. إن لم تقفوا إلى جانب الدولة وحكومة رئيس الجمهورية أحمد الشرع وزير خارجيته والشعب السوري المدمر الجائع والشعوب العربية وشعب غزة، إن لم تقفوا، هذا الكلام موجه لحكام العرب، أنا لا أناشدكم، خسئت أن أناشدكم. إن لم تقفوا إلى جانب الشعب السوري بعد إسقاط النظام الطاغي الكبتاغون والمخدرات وتاجر عطاء وتاجر نساء الذي كان يصدر لكم هذه المخدرات والنساء والدعارة الذي كان يصدرها لكم إلى بلادكم، والكبتاغون بالأطنان وبالمليارات من الحبوب، فلم نرى منكم دعما حقيقيا ومساندة حقيقية للشعب السوري الذي عانينا الأمرين، وعانينا القتل والدمار والدماء والتشريد والقهر والدموع والاكتئاب والحزن. عانينا ما عانيناه، شكيناكم إلى الله أيها الخونة العملاء، أذلكم الله إن شاء الله. استيقظوا، ارحموا الأمة العربية، ارحموا الأمة الإسلامية، كفانا. قالها أحمد الشرع، لن نصدر الثورة، أسقطنا نظام بشار الأسد، الثورة سوف تبقى داخل سوريا، ولكن قاموا علينا العلويين، قاموا علينا الدروز، البعض طبعا ما بدنا نشمل مشان ما حدا يطلع لي هلا بالتعليقات ويحكي، الخنديليين جميعهم، الأكراد الانفصاليين جميعهم من عدا الأكراد الأحرار، هؤلاء جميعهم قاموا علينا، ولم نرى دولة عربية واضحة بإصدار بيان رسمي وحقيقي ودعم للجمهورية وحكومة الشرع. لماذا؟ ماذا فعلنا؟ نحن الشعب السوري السنة ماذا فعلنا بكم؟ إن كان بالأردن وإن كان بمصر وإن كان بالإمارات، ماذا فعلنا لكم؟ ماذا فعلنا ببلادكم؟ لا نريد أن نصدر لكم أي اشتعال لا للحروب لا للثورات ولكن قفوا مع الشعب السوري، قفوا مع الشعب السوري، قفوا مع الشعب السوري بعد إسقاط النظام الطاغية الذي طغى عليكم وطغى على أهليكم وطغى على عروشكم وطغى عليكم هو وإيران والحشد الشعبي وحسن الشيطان والميليشيات الزينبيون والفاطميون. طغى عليكم بشار الأسد. ألا يكفيكم بأن السنة تحكم دمشق وسوريا؟ أين الدعم؟ لا نرى الدعم. بالعقل، خلينا نتكلم بالعقل. لا نرى الدعم، مجرد تصريحات. نريد سوريا موحدة، نريد سوريا موحدة، نريد قولا وفعلا على الأرض بإرسال أجهزة مخابرات إلى بعض الدول وتحذير هؤلاء الأقليات الطوائف الذين ينتهكون الحرمات وينتهكون ويطالبون الدول الخارجية بالتدخل في سوريا لإشعال الحرب الأهلية والفتنة والذي لا يحمد عقباه. هل تعلمون إذا قامت حرب أهلية في سوريا ستمتد إلى لبنان وإلى مصر وإلى الأردن وإلى جميع دول الإمارات والسعودية وقطر وإلى جميع الدول؟ إذا قامت حرب أهلية بسوريا السنية، نحن الشعب السوري، شعب دمشق وشعب سوريا على كافة الجغرافيا السورية، أنا من هنا باسمي عبد الله أبن نور الدمشقي وسأبقى وإلى آخر نفس بحياتي بهذه الحنجرة. وذكرت بالفيديو أنا لا يوجد لدي لا أسلحة ولا أريد القتال ولا نريد الدماء، وأكره القتل وأكره الدماء، ولكن كفانا. نحن الآن على المنصات، سوف نحاربكم على المنصات التي هي أقوى من الرصاص وأقوى من أسلحتكم وأقوى من مالكم وأقوى من عروشكم. هذا الكلام الذي أتكلم به
أقوى من عروشكم، وأقوى من أموالكم وذهبكم وثرواتكم وسياراتكم الفارهة والقصور الفارهة، وأقوى من أسلحتكم وأقوى من أجهزتكم الأمنية. هذه الحنجرة لن أتوانى يوما ولا دقيقة إلا أنشر حين تقفون إلى جانب الشعوب العربية السكالى المظلومين، وإلى الأرامل والأطفال الذين يموتون جوعا، وإلى نساء سوريا رجالها شيبها وشابها، إلى هؤلاء الجميع بشكل عام. لن أناشد حكام العرب، أناشد الشعوب. أنا أناشد الشعوب العربية. لا نريد قتل، لا نريد دماء، لا نريد ثورات. كفانا ما كفانا 60 عاما من القهر والاستبداد على أيام حافظ الأسد، ومن ثمها الجرو بشار الأسد 15 عاما بالثورة. كفانا، اتدمرنا، انتهينا، انطحنا. أقسم بالله انطحنا يا أهلي، يا أخواني، يا شعوب العربية، والله انطحنا. لا عاد لنا قدرة لا على الحرب ولا على القتال، ولا نريد القتال، ولا نريد سفك الدماء، لا نريدها، ولا نريد تصدير الثورات، ولا نريد إشعال الفتنة. أعدكم لا نريد إشعال الفتنة. نريد من الحكام، ولا أناشد، أن تقفوا إلى جانب الشعب السني الذي انتهكت حرماته هؤلاء الطوائف. وصلنا الرسالة.